في يناير 2024 حصلت قصة لو سمعتها بره في اوروبا او في امريكا هتقول يا شوف الوفاء، شوف الرحمه، شوف ازاي الكائن الفلاني ده وفي، وازاي كذا وازاي كذا وازاي كذا. نفس الكلام حصل، بس حصل في القليوبيه، محافظه القليوبيه في مصر. اتوفى راجل شاب، اتوفى فجاه واتخطف يعني زي ما بيقولوا، عمره لسه صغير. مجرد ما توفى طبعا اهله اتلخموا في الوفاه وفي ظروف بقى الغسل والتكفين والصلاه عليه، وبعد كده راحوا عشان يدفنوه في مقابر اسمها مقابر بسوس في القليوبيه. راحوا دفنوه، طبعا الناس كلها حزنانه عليه، اسرته واصحابه وكل المعارف. خلصت الدفنه وخلصت مظاهر الدفنه، لان طبيعه الحياه في الاخر لازم تستمر ولازم تكمل مهما وقع ناس ومهما توفى ناس، ده سمت الحياه يعني. الناس كل واحد راح لحاله، وفضل في الاخر حارس بتاع المقابر بيبص كده، راح لقى فيه كلب جولدن جه واقف قدام القبر وقاعد. ده بتاع مين؟ ده بتاع مين؟ محدش بيرد. يحاول يزيحه، يحاول يشوطه، مفيش، الكلب قاعد برضه. الكلب ده هو كلب بتاع صاح اللي هو الراجل اللي توفى، هو كلب الراجل اللي توفى. طب راح ازاي لغايه المقابر؟ محدش عارف. واكيد طبعا اهله حتى اسرته بعد كده بيقولوا احنا ما خدناهوش معانا في العربيات لما جينا طلعنا من البيت، هو واخدين معانا الجثمان يعني. طب راح ازاي؟ طب وبعدين راح معاهم على الجامع ولا راح برضه على المقابر؟ على محدش عارف، ده لغز برضه محدش عارف يفسره يعني. فضل الكلب موجود قدام القبر بتاع صاحبه، قاعد فارد ايديه الاتنين على البلاط الساقع بتاع المقابر، وقاعد نايم، لا بياكل ولا بيشرب يعني، يا دوب بس كده يقوم يشرب بس من الايه، من اثار الزرع اللي موجوده جنب المقبره. قد ايه؟ يوم 2 3 4 اسبوع، 10 ايام كاملين على نفس الوضع ده، ما بياكلش، لدرجه ان هو وشه بقى ممصوص، تحس كانه جلد على عظم. الناس مستغربه، يحاولوا يهشوه، مفيش، ما بيمشيش. وطبعا اهل المتوفي ما خدوش بالهم ان الكلب اختفى من البيت ولا بتاع، لان خلاص يعني هو كان بتاع صاحبه وصاحبه توفى فخلاص. الغريبه بقى في ايه؟ واحد من زوار المقابر، شاب برضه، شاف الكلب فصعب عليه، راح مصور الصوره وراح حاطها على النت. لما حط صوره على النت، في شاب اسمه جورج ضيف اصلا بيشتغل في جمعيات رفع الحيوان وكده، لما شاف الصوره بتاعت الكلب قال لا انا هروح واشوف الكلب ده واخده كده، هاخده ربيه واعتني بيه يعني. بس الشاب اللي صور الصوره ونزلها على النت ما كتبش مكان المقبره فين بالظبط، كتب بس من مقابر بسوس في القليوبيه. فنزل جورج 3 ساعات كاملين بيلف على المقابر، مقبره مقبره، عشان يلاقي الكلب لغايه ما لقاه. راح شاله بالعافيه، الكلب حاول يرفض، مفيش. جورج يعني قوي شويه، راح مسكه وخده وقعد ورباه واعتنى بيه، وقال انا هخليه عندي لغايه ما يسترد عافيته، وبعد كده هسلمه لحد يتبناه وكده يعني. النموذج يوريك قد ايه الوفاء اللي موجود في الحيوانات. مد الخيط على استقامته، وهتلاقي ان مفيش حد فينا ملوش موقف مع حيوان اليف، سواء كنت بتحب الحيوانات او ما بتحبهاش يعني. ومش شرط مثلا كنت مثلا بتخاف من الكلاب فمالكش موقف مثلا مع قطط، تخاف مثلا من القطط، ليك يا سيدي على الاقل موقف مثلا مع عصفوره، مع اي يعني. لازم هتلاقي كده فيك حته، لو انت رحيم فيك حته كده ايه، فيها لين مع الحيوانات. من 15 سنه تقريبا كنا مربيين عندنا قطه، مش قطه واحده، من كذا قطه، بس من ضمنهم قطه اسمها زينه، قطه شيراز كده جميله. فكنا يوم جمعه صحينا الصبح، والدتي متعوده الصبح تاكل القطط، فندهت على القطط فبتاكلهم اللي في البيت. ندهت على زينه، زينه ما جاتش، بتدور يمين شمال ما فيش، قالت خلاص ليها نايمه في اي حته. راحت ماكله القطط الباقيه. صحيت انا عشان صلاه الجمعه، بتقولي ما شفتش زينه؟ قلت لها لا ما شفتهاش. قعدنا ندور يمين شمال ما فيش، قلت خلاص لما ارجع بقى من صلاه الجمعه هبقى اشوف ايه الحكايه دي. نزلت، مرات البواب بتقولي يا استاذ تامر على فكره في قطه وقعت من عندكم. وقعت عندها فين؟ احنا كنا ساكنين في الدور السادس. في الدور السادس ده وايه، السادس علوي يعني. لا وقعت فين؟ قالت لي وقعت كده، تهيألي ان هي وقعت من عندكم انتوا، يا انتوا يا جيرانكم اللي فوق، ما خدتش بالي. طب راحت فين؟ قالت لي وقعت زحفت كده ودخلت تحت العربيه اللي هناك دي. جريت ببص كده من تحت، لقيت القطه فعلا موجوده زينه، بس موجوده ايه بقى؟ عينيها الشمال مفيش تقريبا، من دم نازل منها رهيب. الحوض بتاعها مكسور، رجليها الاثنين الورانيين ملزوقين في الارض، كأن مفيش وسط، خلاص وسطها مكسور. وشافتني نونوت بشكل اللي هو يقطع القلب. فاللي هو انا شفت المنظر اتخضيت يعني، قلبي اتخلع زي ما بيقولوا يعني، اول مره احس بالشعور ده. فحاولت اجيبها، مش قادر اجيبها، مش عارف، مخضوضه جدا، مش عارف يمين شمال، ما عرفتش. ربنا سهل يا، رحت صليت الجمعه وجيت جري بعد الصلاه. خليت مرات الباب تاخد بالها منها عشان ما تروحش هنا ولا هنا يعني، وكده كده ما كانتش تتحرك اساسا يعني. جاي بمساعده اخويا، رحت جايب القطه وشايلها، طبعا شايلها بالراحه، كل ما بتلمسها من حته بتصرخ كأن بني ادم بيصرخ. خدتها وطلعت فوق في البيت. طبعا انت شايفها او انا عماله بتنهج بشكل
اللي هو حد بيطلع في الروح يعني، وانا مش عارف اعمل ايه يعني، قاعد حاسس بعجز رهيب يعني. فغصب عني وما اتكسفش ان انا اقول ده، دموعي نزلت يعني، عيطت. كانت وقتها الله يرحمها يا رب جدتي موجوده عندنا في البيت، فانا نوبي من اسوان وجدتي نوبيه، فلما شافتني بعيط وماسك القطه وبعيط وهي القطه بتفرفر يعني، فقالت لي ايه قالت لي ابيو بيو. ابيو بيو دي بالنوبي يعني يا مصيبتي يا مصيبتي، او يا لهوي يا لهوي يعني. ابيو بيو راجل وبتعيط. ايه اللي راجل وبعيط؟ اه راجل وبعيط. ايه يا راجل وبعيط؟ اه راجل وبعيط يعني بعيط عشان حاجه عيب. قالت لي لا في ايه انشف كده وبتاع، قلت لها لا انشف ايه، ما دي عشره عمر وبتاع. المهم ايه يعني الجمله بتاعت جدتي خلتني ايه عندت اكتر، قلت انا هشوف دكتور باي شكل عشان يعالج زينه. نزلت، المشكله كان هو ده كان يوم جمعه ومعظم الدكاتره البيطريين وحتى الدكاتره اللي قاعدين قافلين يوم الجمعه. فنزلت لفلفت على وانا شايلها كده كاني شايل عيل صغير، لففها كده ببطانيه وعمال بلف بيها او فوطه وبلف بيها. الدكتور ده قافل 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 لغايه ما في الاخر خالص لقيت عنوان دكتوره. وسالت قالوا لي دي قافله النهارده بس خلي بالك هي شقتها قدام العياده. رحت مخبط على باب الشقه، فتح لي جوزها قلت له عايز اقابل الدكتور. دكتوره مين؟ النهارده الجمعه احنا قافلين. قلت له معلش من فضلك لو سمحت بعنف كده. هي سمعت الست طلعت مشكوره بمنتهى الذوق بصراحه، والدكتوره نهله عمري ما انساها يعني، منتهى الذوق طلعت وكشفت على القطه وقالت لي عندها كسر في الحوض، وعندها كسر في رجليها الاثنين، تهشم، وعندها مشكله في عينيها، في حاجه زي سيخه او حاجه دخلت في عينيها، اتبهدلت، بتنزل من 6 ادوار بقى، خبطت في مليون حاجه هي ونازله. قالت لي بص يعني انت قدامك حل من اتنين، يا خلاص بقى يعني تسيبها بقى لمصيرها خلاص كده ولا كده لان فرص نجاتها بسيط ضعيفه يعني، يا اما هتعيش بس ايه هتعيش بقى مكسحه ما بتتحركش. قلت لها مش مشكله. قالت لي نجبسها. قلت لها نجبسها، هتبقى حركتها صعبه. قلت لها مش مشكله المهم ان هي تعيش. عملت كده بصراحه، هي طوعتني بصراحه، بس انا محتاجه اشعه يعني، محتاجه نعمل اشعه عليها. خدتها ورحت مكان مخصص هي بعتتني ليه حتى ما انساش. اللي وانا رايح مكان بتاع الاشعه ده كنت راكب في الميكروباص، راكب جنب السواق قدام وحاطط القطه، شايل كده القطه، فالراجل ايه شايفني شايل حاجه كائن وبعدين مش شايف ايه ده يعني، شايف صوت كده عمال يسمع صوت غريب مش عارف ده عيل صغير ولا ايه. فهو ساكت شويه يبص لي كده بعينه كده اليمين وكده بيقول لي استاذ انا مش مرتاح لحضرتك خالص يعني، في حاجه غريبه في الموضوع. وبعدين راحت القطه طلعت دماغها من الغطا، فراح بص طبعا شايف وشها دم، ولا مرتاح كمان اللي انت شايله ده، معلش فضل حضرتك انزل وبتاع ونزلني يعني، حتى نزلني كان موقف يعني في وسط الحزن اللي انت فيه كان موقف يضحك يعني. عملنا لها اشعه، اتجبست، عاشت الحمد لله، كملت، فضلت موجوده معانا لغايه ما ماتت من حوالي سنتين بعد الحادثه ب9 سنين يعني، هي عاشت بعد الحادثه حوالي 9 سنين. انا عمري ما انسى في عشره القطه زينه دي، عمري ما انسى حاجات كتير جدا. عمري ما انسى لما كان حد فينا بيكون تعبان تيجي تقعد تحت السرير عنده. عمري ما انسى لما يجي حد فينا يكون طالع جاي من بره من المشوار تيجي تجري علشان تقف على الباب تستناه. عمري ما انسى ان هي لما كان حد يجي يزعلها تحس كده في عينيها ان هي زعلت ان هي اتقمصت. لا الحيوانات بتحس، والحيوانات جواها وفاء مش موجود عند بشر كتير جدا. الحقيقه ان وفاء الحيوانات اللي احنا بنشوفه رفع عندنا سقف التوقعات بشكل رهيب جدا، خلانا ندور على شبيه ليه في عالم البشر. بس الحقيقه برضو بتقول انك انت عمرك ما هتلاقي زي وفاء الحيوانات. انا ما اعرفش حيوان بيكذب ولا بيحور ولا بيشتغل حد ولا بيخدع حد ولا بيخون حد، ما اعرفش حيوان بيعمل كده. ما اعرفش حيوان مش وفي. ما اعرفش حيوان لما يعني ما بيقدرش لما تيجي تعمل معاه جميل او كده. انا شفت عكس الحاجات دي في البشر لكن ما شفتهاش في الحيوانات. كل الحيوانات انا بشوفها وفيه، وكل الحيوانات انا بشوفها مخلصه، وكل الحيوانات انا بشوفها ارق واحن من انها تاذي غيرها. الحيوانات كمان معيار وترمومتر بتقيس بيه درجه رحمتك. هل انت عندك رحمه؟ هل انت قلبك لين؟ الحاجات اللي زي كده ربنا بيوجدها لك في الدنيا علشان تختبر بيها انسانيتك. قسوه القلب مفيش اسهل منها، قسوه القلب مفيش اسهل منها. عشان كده الحنيه غاليه. والحيوان برضه هو اول مدرس ربنا سبحانه وتعالى يخليه للبني ادم. ناقة سيدنا صالح، هدهد سيدنا سليمان، نمل سيدنا سليمان، كلب اصحاب الكهف، حوت سيدنا يونس، الحمام بتاع غار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كل دايما هتلاقي الحيوان هو غراب قابيل وهابيل. دايما هتلاقي الحيوان هو المدرس اللي ربنا قرر انه يوصل دروسه للبني ادم من خلاله. حنيتك حاجه ما تتكسفش منها، رقه قلبك حاجه ما تتكسفش منها،
الحنية والحنينين غاليين وقليلين، لأن قسوة القلب مفيش لا أرخص ولا أكتر منها.